النهارده بقى هنعمل اسهل طريقه لعمل البيتي فور بدون كيس حلواني وبدون مضرب وبدون كمان خلاط ولا عجان. هنعمل النهارده البيتي فور باسهل طريقه. يلا بينا نشوف الطريقه دي قد ايه حلوه وبسيطه جدا وسهله لاي حد مبتدئ عايز يعمل بيتي فور وخايف او مكسل او كمان خايف من النتيجه. عايز اقولك هتطلعي ان شاء الله نتيجه مبهره. هنعمله اهو بدون كيس. بصوا، ولا عجان ولا اي حاجه، عايزه اقولك هيطلع معاكي تحفه. ولو أول مرة بتشوفيني بقى يا قمر، يا ريت تشتركي معايا في الصفحة وتنوريني. ويلا نشوف المقادير البسيطة دي قد إيه حلوة جدا وفي تناول إيد أي حد. المكونات عبارة عن 400 جرام من الزبدة، ومعايا 100 جرام سمنة. 400 جرام زبدة و100 جرام سمنة. خلاص، هنحط بقى النهارده هنعمل البيتي فور في الكبة. وعايزة أقولك هيطلع خطير إن شاء الله، هيعجبك جدا. هتشوفي في آخر الفيديو هتقولي ده يعني شكله أكنه جاي من أحلى محل. هنحط عليهم كوبايتين دقيق من الكوباية المعيارية دي، اللي هو مقدار 2 مج دقيق، 2 مج سكر بودرة. دي ايه، 2 مج سكر بودرة. خلاص، والسكر البودرة انا جايباه من بره مطحون عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه. لو عندك سكر ناعم وعندك مطحنه سكر عادي وعندك مطحنه، اضربي السكر عندك في المطحنه عادي وعايري كوبايتين. خلاص، هحط بقى دلوقتي ال 100 جرام سمنه دي على ال 400 جرام الزبده، وهحطهم على السكر كده كله في الكبة وهضرب كويس جدا. طيب، هنعمل ايه كمان بعد ما نضرب كده؟ هنحط بقى 3 بيضات او 4 يا ستي، يعني من 3 ل4 بيضات. خلاص، عايزه افكرك بقى لينك تطبيق حلو جدا هسيبهولك عندي في مكان التعليقات. حملي التطبيق ده اول مره بدون انترنت، وبعد كده هو هيشتغل معاكي بدون نت خالص. هتلاقي فيه وصفات سهله وبسيطه وحلوه جدا وموفره. هننزل 3 بيضات عادي جدا، ولا هنقولك بقى بيضه بيضه ولا اي حاجه. ال3 بيضات حطيهم في الكبه، وحطي عليهم مرقه فانيليا، واضربي كمان ضربتين وخلاص على كده. شايفين بقى السهوله والبساطه؟ عشان ما حدش يقول لي اصل ما عنديش عجان، اصل ما عنديش مضرب بيض، اصلي ما عنديش مضرب كهرباء. الكلام ده خلاص انسيه، هي الكبه وخلاص. طيب، الناس كمان اللي ما عندهاش كبه هسهلها عليكي اكتر واكتر. هتخلي الزبده لينه بدرجه حراره المطبخ، والسكر البودره، وهقعدي اضربي فيهم جامد جدا 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 كده بايدك. وبعدين حطي عليهم البيض بيضه بيضه كده، ولغايه لما يتشرب كل الخليط. كل ما يتشرب البيضه كده انزلي بالتانيه، وبعدين انزلي بقى بالدقيق. ودي برضو طريقه بيتي فور برضو جامده جدا. انا بسهل على الناس، انتوا عارفين انا عندي عجان، عندي الحمد لله المضرب، وعندي كل حاجه، بس انا بحب اسهل على الناس البسيطه اللي ما عندهاش الادوات دي. وان شاء الله برضو هعمل لكم البيتي فور بطريقه تانية في العجان. خلاص، هنزل دلوقتي بقى بكيلو الدقيق وبنخله زي ما انتم شايفين كده، علشان كده ايه ينزل ايه لو في اي تكتلات ولا حاجه تدوب معايا كده في المصفى. بنزل بكيلو الدقيق كده اهو. انا كنت يعني ايه حطيت حوالي 900 جرام دي كده، وسبت 100 جرام كده في ايه في الكيس، بس هحتاجها دلوقتي واحطها. حطيت بقى معلقه بيكنج باودر بسيطه صغيره كده، معلقه شاي. ببدا اقلب بالمعلقه كده، وبعدين بقى التدخل اليدوي بقى هيشتغل دلوقتي، وهدخل بقى ايه اعجن بايدي علشان احس العجينه كده، واعملها كده ايه يعني. مش عايزه اعجن، انا عايزه الم بس بصوابع ايدي كده، باطراف ايديا كده. خلاص، البيتي فور والبسكوت ما بيحتاجوش عجن ولا بيحتاجوا، بس ان انت بس بتقلبي المكونات ببعضها وخلاص. احب اشكركم جدا على تعليقاتكم الجميله. احب اشكركم جدا، احلى اخوات واحلى حبايب ليا، ربنا يخليكم ليا يا رب. وعلى تعليقاتكم الجميله ليا. بصوا، ادي العجينه هي، حسيت ان هي ايه يعني. لو انتوا عايزين بقى البتفورايه يعني اللي هو دايبه خالص كده، سيبوها على كده وما تضيفوش حبه دي والاخرانيين دول. انا بقى ضفتهم، حسيت ان البيتي ماسكه نفسها. انا بحبها ناعمه خالص، فممكن لو انا جيت اكررها ان شاء الله الطريقه دي، هحط ايه، هشيل ال 100 جرام الدقيق ديت وهخليها مثلا، يعني احط كيس الدقيق كله الا مثلا ايه كوبايه الا ربع كده. هجيب بقى دلوقتي الكيس ده وهحط فيه كده البلبله ديت، وهبدا ان انا انزل كده، وهعمل صاج بالبلبله دي. بصوا ما شاء الله الرسمه طالعه تحفه، ونازله بكل سهوله وخطير جدا. بصوا بقى، اديني اهو شلت الكيس وبدأت ان انا اعمل بالقمع، علشان الناس اللي حتى ما عندهاش كيس حلواني ما تروحيش دلوقتي تشتري الكيس ب 100 جنيه. واعملي زي ما انا عملت كده اهو. الموضوع سهل جدا وبسيط وسريع. طلعت منك واحده وحشه واحده معوجه، اشيليها واعملي غيرها، وخلي الموضوع كده بسيط عليكي، يعني ما تعقديش نفسك ولا تزعلي. اهو الموضوع ما فيهوش اي صعوبه.
باضغط كده على العجينة في القمع وبينزل معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين، والرسمة جميلة وخطيرة وطالعة مية مية. طبعا انا بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة، وادي اللي بالكيس اديني برضو بوريهولكم اهو، عشان اللي برضو عندها كيس تعمل بالكيس. الفرن على درجة حرارة 180. برفع برفع الرف اللي هو المفروض يبقى في النص ده، برفعه فوق درجة كمان خلاص، عشان بس ما يتحرقش منكم. اول ما يتحمر كده من تحت، شايفين الرسمه ما شاء الله تحفه ازاي. اول ما يتحمر من تحت ولسه مثلا ما خدش لون حلو من فوق، بنشغل له الشوايه. شايفين الله اكبر، يعني ما شاء الله النقشه خطيره. وبايديا والله من غير قمع ومن غير حاجه، هي بالبله بس كده بصباعي. هدخله الفرن زي ما قلت لكم. اول ما يحمر من تحت ولسه لو ما احمرش من فوق، بنشغل له الشوايه ونهديها لغايه لما ياخد لون ذهبي تحفه. عايزه اقول لك بقى ريحه الزبده بقى وريحه البيتي فور كان رهيب وهو في الفرن. بنطلعه وبعدين بنسيح له بقى شوكولاته، بتلزقوه بمربى، اللي انتوا عاوزينه بقى واللي انتوا حابينه تعملوه. انا عن نفسي بحب اكله بالشوكولاته، يعني ماليش فيه قوي بالمربى. وكمان ماليش فيه برضو بالشوكولاته البيضاء قوي، بس انا برضو جبتها عشان خاطر ايه التزيين يبقى شكله كويس. هسيح شوكولاته بيضاء وشويه شوكولاته كده بالحليب، هحطهم في حاجه كده فيها ميه مغليه لغايه لما البيتي فور بتاعي يهدى شويه كده من السخونيه والحراره اللي هو كان فيها. ادي البيتي فور اهو طلع. مش عارفة ليه الشوكولاتة البيضة مدياني زي الجناش كده، بس يلا مش اشكال. هي تقيلة شوية مش عارفة ليه، وزودتها زيت بس مفيش برضو فايدة. ادي بقى البيتي فور القمر، بحشي كده شوكولاتة من النص، وبعدين بغطسه كده في الشوكولاتة، وبفضل بقى اكرر العملية دي لغاية لما اخلص كل الكمية اللي معايا. شايفين شكله تحفة ازاي؟ والله خطير جدا، بيدوب في البق وتحفة. وعايزة اقولك يعني احلى مليون مرة من اي مخبز او من اي حلواني هتجيبيه من بره. الحاجة يعني كفاية ان انت عاملاه في البيت، فرحي ولادك واعملي لهم الحاجة اللي هم بيحبوها في البيت. اديكي شفتي الموضوع بسيط ما فيهوش اي صعوبة. حتى الكيس الحلواني استغنينا عنه. بمسك بقى دلوقتي شوية شوكولاتة كده، حطاهم في كيس حلواني وبقطع كده في طرطوفة صغيرة عشان يديني كده شوكولاتة زي ما انت شايفين. بنديله بس كده ايه شكل جمالي. عايزه بقى تغطسي في جوز هند، عايزه تغطسيه في سوداني، اللي انت حباه. احنا علشان مش بناكله ولا بالسوداني ولا بالمكسرات ولا باي حاجه من دي، انا عملته شوكولاته بس. اتمنى يكون الفيديو النهارده خفيف كده على قلوبكم واستمتعتوا بيه واستفدتوا منه باي حاجه. اكتبوا لي بقى في الكومنتات لو انتوا وصلتوا لغايه هنا، قولوا لي البيتي فور القمر ده يستاهل كام من 10. و ما تنسوش بقى اللينك التطبيق اللي انا هسيبه لكم. حملوا التطبيق هينفعكم جدا في وقت الزنقات ما فيش فيه نت، عايزه تخشي تجيبي اي وصفه كده وانت قاعده تتسلي، هينفعك جدا. البيتي فور بجد خطير، جربيه ان شاء الله يعجبك. مع الف سلامه، اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.